يلا بينا حلقة جديدة مع قناة الجمهور مع مجنون الكورة. وهنبتدي النهاردة معانا طبعا هنحلل ماتش امبارح ماتش انتر ميامي، اهلي وانتر ميامي. طبعا الماتش زي ما كلنا كنا متوقعين ان احنا هنعمل ماتش حلو وهنعمل ماتش كويس. الاهلي هيبقى كويس، احنا نبقى احسن، وفعلا ده اللي حصل. احنا كنا احسن منهم بكتير بالذات في الشوط الاول. انا في حاجه لاحظتها ان في ماتش باتشوكا لما لعبنا باتشوكا احنا كنا الشوط الاول وحش والشوط التاني كان حلو بسبب تغيير الفريق عامه. احنا في الشوط الاول كنا بنلعب بتشكيله والشوط التاني لعبنا بتشكيله تانية خالص، طبعا عشان نشوف اللعيبه ومين الانسب ان يلعب. فطبعا انا شايف ان الماتش امبارح بدأ الشوط الاول زي الشوط التاني في ماتش باتشوكا، لعب بنفس الاسلوب. التغييرات كان بنسبة كبيرة كانت هي تمام، بعيد عن وسام طبعا. جراديشار نزل في الاخر، وسام هو اللي نزل، هو اللي بدأ. وامام زي ما أنا قلت لكم، امام طبعا هيبتدي في النص، وبين رمضان زي ما أنا قلت لكم، وبين رمضان وامام وحمدي فتحي. ومعانا كمان ايه، معانا الدفاع زي ما انا قلت، يعني محمد هاني لعب زي ما احنا اتفقنا. محمد هاني كان طبعا هو اللي يستحق ان يلعب، وياسر تمام. انا كان نفسي بيكهام هو اللي يبتدي، بس اشرف داري عمل ماتش جامد قوي بصراحه، عمل ماتش جامد قوي. ما كنتش متخيل انه يعمل ماتش زي ده، بس طبعا المدرب يعني ريفيرو بيبقى ليه نظره تانية مين اللي هيبقى انسب في الماتش ده عامه. هو المدرب ده بيلعب بكل ماتش على حسب طريقته وعلى حسب هو محتاج مين في الملعب ان يقدر يلعب، يقدر يسند معاه. وكوكا طبعا زي ما قلت لكم، هو كوكا تقريبا هو يعني الحته دي هتبقى بتاعته بعد كده. طبعا انا كان عندي مشكله قدام، انا ما اعرفش هو يعني هو بدأ الناحيه التانية نزل امام عشان ما يخليش فيه ايه، عشان ما تجيش انت مثلا تلعب بين رمضان في نص الملعب وحمدي ومروان طب وامام هيقعد وهتيجي بزيزو، لا ما ينفعش امام يقعد، لا احنا ما بنحسبهاش كده يا جدعان. احنا بنحسبها يعني المفروض ان تتحسب ان انا في نص الملعب انزل باحلى تشكيله في نص الملعب، وقدام تبقى متكامله قدام. يعني انت كنت المفروض تبتدي، شفت زيزو لما ابتدى الدنيا كانت تمام، وامام عاشور كان قبل ما يتصاب طبعا الاصابه يعني اصابه 3 شهور كده، والبطوله بالنسبه له ضاعت. بس ان شاء الله يعني امام احنا عارفين قدراته وعارفين ان هو راجل وبيستحمل المواقف، وهيقدر يعدي الاصابه دي يعني، ويقدر يرجع لنا تاني ويرجع احسن من الاول كمان. فانا كنت مستغرب من التشكيله من الاول، بس بالعكس كلنا كنا ايه العك كده، ايه اللي حصل ده بتاع. بس لا، الاهلي لعب في الشوط الاول حلو جدا، احلى ماتش لعبناه في كاس العالم للانديه عامه. بقالنا كتير قوي ما لعبناش ماتش كويس زي كده. ماتش كان حلو قوي. الشوط الاول كان كويس جدا. انا بقيم الماتش على الشوط الاول، يعني الشوط التاني احنا ما جيناش، الشوط التاني كنا وحشين. هم بقى اللي ابتدوا هم اللي يمسكوا كوره، وابتدوا هم اللي يجوا على الجون، وابتدوا هم اللي يروحوا، وابتدوا هم اللي يجوا اكتر على الجون مننا. انا ما اعرفش ليه كده، يعني ليه الريتم بتاعنا قل. دريزيجيه البدني وقع، اللعيبه البدني وقع قوي. الشوط التاني بان البدني قوي، بان بقى الفرق ما بين الكواليتي ما بين الاثنين. مع ان انتر ميامي برضك فرقه زي ما انا قلت، فرقه يعني احنا كنا المفروض نطلع امبارح 3-2 يعني. ده اقل واجب، ان احنا كنا المفروض امبارح نطلع 3 او 2-0 في الماتش ده. ماتش كان سهل جدا على الاهلي ان نريحنا في المجموعه، كنا هنستريح جدا في المجموعه، كنا هنستريح جدا قوي كمان، وهنستريح يعني. انت قدامك ماتشين، هتلاعب بورتو، هتلاعب بالميراس، فالموضوع مش سهل يعني. الماتش اللي انتر ميامي ده كان هيفرق معانا، هنستريح فيه. فانا كنت شايف يعني اصابه امام اللي نزل زيزو، الخطه ظبطت، يعني الخطه ظبطت، مع ان امام مضيع فرصه كانت صعبه قوي يعني قبل ما يتصاب. يعني هو في الاول كده تحس ان هو كان تعب مش عارف من الاصابه بتاع، بس كمل الماتش، راح نزل كمل، قال يكمل. فلما نزل يكمل الماتش، شفت وسام قطع راح لعبها لامام. امام معرفش يا امام،
يا جدعان الكوره سهله، هو احنا ليه مستصعبين الكوره؟ جون كبير، جون بص بص قد ايه الجون ده، اهو الجون اهو تمام. واللي واقف ده عنده 36 37 سنه. هو امبارح عمل مش عارف، انا هو جاي يكتشف ان هو حارس امبارح، يعني جاي يكتشف على قفانا احنا ان هو حارس وينفع يصد ويروح ويجي، بس عنده 37 سنه. انا مش فاهم انا عمل اللي عمله امبارح ده ازاي، ما ده حاجه غريبه قوي، انا مستغرب. ف يا عم امام، ما هي اهي في اللي ما تحطها يا حبيبي جامده وفوق. انت كده كده جسمك معدول اصلا، انت كده كده جسمك معدول، فحطها جامده فوق هتروح جون خلاص. مش ليه يعني بالراحه قوي. فرصه امام وفرصه وبن رمضان برضك ضيع، و ووسام كان بايت في الاوفسايد، بس وسام كان تحركاته حلوه، يعني كان حتى لما بيبقى اوفسايد بيبقى اوفسايد على حاجات بسيطه، تحركاته حلوه جدا. الفاول اللي شاطه وسام كمان شاط فاول كويس جدا، كان هينفع معانا قوي. ضربه الجزاء، يعني بص زيزو عشان اوريكم ان احنا ما ينفعش، يعني المفروض ريفيرو يعني زيزو هنا خلاص، زيزو يلعب، يعني زيزو يلعب. انت راح مطلعه لي في الدقيقه، راح مطلعه في الدقيقه كام؟ دقيقه حاجه و70 تقريبا ولا 80، يعني في اواخر يعني في اخر كام دقيقه كده. فاللي هو طب يعني ليه الواد عمل ايه يعني؟ ايه المشكله؟ ده بالعكس، ده هو عمال يروح ويجي، ده هو اللي عامل لك ضربه الجزاء اصلا، يعني هو اصلا اللي عامل لك ضربه الجزاء. فاللي هو يعني انا مستغرب، يعني الفكره كلها، يعني انا مش فاهم بصراحه. يعني انا يعني المفروض حاجه زي كده، ما اعرفش. زيزو يعني كان كويس جدا، كان دي اوحش تغييره انا شفتها من بعد طبعا تغييره الشحات، تغييره صعبه قوي. ايه ده؟ انا مش عارف، يعني انا جايبه معايا يا ابني، ما انت عشان تبقى بديل، يعني انا قلت الحته دي طاهر اللي هيبقى بديل فيها، يعني طاهر اللي هينزل. انت راح منزل لي الشحات وطاهر. طب انت نزلت لي الشحات، عمل الشحات جاي في اخر فرصه، اصلا بياخد الكوره واقف على رجله ولا بيباصي ولا بيعمل اي، ما اعرفش نازل يعمل ايه. اول ما مستلمك، اول ما نزل لمس الكوره على طول شاطر. يا ابني انت طب ايه يعني؟ ايه اصلا شوطه حاطه ولا جامده ولا في زاويه ولا اي حاجه. والحارس انت شايف الحارس عمال قلب لنا بوفن في ايطاليا في كاس العالم. مش يعني هيجي، يعني هم اللي كانوا قدام الجون، يعني اللي فرصه امام ولا فرصه وسام ولا فرص، يعني اللي كانت قدام الجون دي ولا بتاعت اشرف داري اللي بالهيد، يعني خلاص انت بقى من بعيد انت اللي هتجيبها خلاص. يعني اللي كانوا قدام الجون مش عارفين يجيبوها. راح انفراد في اخر لحظه من الماتش ده، خلاص يا ابني انت عارف انت رايحين 4-3، يعني 4-3، انتوا في واحد زياده. انت بقى ماشي فاهم انت؟ كأن اخد كورس مع عمر كمال، فاهم؟ قبل ما ينزل اخد كورس كده، فاهم؟ قعد يغنوا بقى وقال لك ايه، قال لك هتنزل بقى، فاهم؟ الالبوم ده هتنزل بيه تحت وبتاع، ومالكش دعوه بحد، يعني انت تفضل امشي بالكوره كده ومالكش دعوه بحد تحت، مالكش دعوه، افضل ماشي بيها كده وبراحتك يعني، وانت بتغني يعني. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ما ينفعش. كانت كوره يعني كانت هتخلص اصلا، المفروض نخلص الماتش ده من بدري، بس احنا هنعمل ايه؟ الحارس بتاعهم ده هو اللي يعني نهى علينا بصراحه. ما تبصي يا عم، جنبك طاير وجنبك جريديشار وجنبك، يا عم ما تبصي يا عم، انت مش عارف كان عايز يعمل ايه بصراحه، عايز يروح جوه ال 18 ويقط القطه يعمل الحركات بقى الغريبه بتاعته دي، ما احنا عارفين الشحات وحركاته. طب ليه بقى؟ انت الشحات ما ينزلش، عشان هو تعبني نفسيا امبارح، انا تعبت نفسيا امبارح منه. الشحات ما ينزل، ما خلاص عايز تنزل زيزو طاهر، يعني زيزو طاهر كويس، يعني كويس، هو مش احسن حاجه بس مش الشحات ما تنزلهوليش. وقفشه استغفر الله العظيم يا رب، هو كل اللي في دماغ قفشه نازل في الملعب، كل اللي في دماغه يعمل ايه؟ واحده زي بتاعت القاضيه دي بقى، وايه، واروح بعمل سي قدام ميسي عشان ياخد اللقطه. ما هي كلها نازله تاخد لقطه، هو كام لعيب في الماتش فاهم، نازل عايز يعمل لقطه، مش نازل في دماغه بقى ايه، نازل يعمل لقطه. حسين الشحات نازل يعمل لقطه، قفشه نازل عمال عايز يلف. يا ابني تلف بايه يا حبيبي؟